بجد انا فكرت في كلامك وان انا اروح اعتذر لمامتك، مع انك ما سمعتنيش ولا اديتني حتى فرصه ان انا اتكلم. بس على الاقل انا مش غلطانه في وجهه نظري، ومع ذلك انا هروح لمامتك، بس مش علشان اعتذر. لا، مش فاهم قصدك ايه؟ امال هتروحي ليه؟ لا، انا هروح يا بجد علشان اوضح موقفي ووجهه نظري، وعلشان طبعا مامتك ست كبيره وهي اغلى حد عندك، وانت غالي عندي، وولادي وبيتي غاليين جدا عندي، وانتوا كلكم استثماري وحياتي. واكيد انا مش هخسر كل ده عشان مجرد موقف او سوء تفاهم بيني وبين مامتك. ولو اني عارفه ان ده مش هيكون اخر موقف. فرح ردك واسلوبك دلوقتي كبرك في نظري اكتر مش صغرك. وعلى فكره انا عمري ما هستغل ده ولا اخليكي تيجي على نفسك قدام. انا بس مقتنعه ان من غير رضا امي انا عمري ما هشوف خير في حياتي. فاهمك؟ انا هقوم اروح لمامتك عشان ما اتاخرش. اقعدي احكي لي، ها ايه اللي حصل مع جوزك؟ عملتي ايه؟ عملت زي ما قلتي لي يا ماما. طلبت منه يكتب شيك على نفسه او يكتب لي نص الشقه باسمه عشان اسامحه. بيقول لي ان الموضوع مش مستاهل كل ده، وان هو ما كانش متصور ان انا هزعل بالطريقه دي. وبيقول لي ان موقفي مش موقف ست غيرانه على جوزها، موقف ست ما صدقت ان جوزها يغلط عشان تستغله. ده هو اللي عايز يستغل هبلك. بس اصبري، ده محتاج ياخد درس محترم لما يلاقي ان بيته بيتخرب ومراته بتروح منه عشان حته شيك مش عايز يمضيه. بس ايه ده؟ ايه كل الشنط اللي انت جايه لي بيها دي؟ صحيح دي شنط يا ماما. سبت له البيت اول ما قال لي ان هو مش هيمضي. مش انت قلتي لي اثبتي على موقفك؟ ايوه، واللي بيثبت على موقفه ينزل ويسيب بيته بلبس البيت والمنظر ده؟ انا بقول لك خدي حقك وانت جوه بيتك، مش تجيبي لي العيال بلبسهم وتجيلي. انا اصلا متعوده على القعده لوحدي، مش هستحمل انا صداع العيال. مش انت يا ماما اللي بنفسك قلتي لي اخد موقف وان انت هتقفي جنبي؟ اقف جنبك وانت جوه بيتك قاعده له على قلبه انت وعيالك وبيصرف عليكوا، مش تلم العيال وتجيلي انا هنا توجعي لي دماغي وتريحي له هو دماغه. ايوه يا ماما، بس انت مستنيه حد؟ لا مش مستنيه حد. قومي افتحي شوفي مين. طب ثواني انا اقوم افتح. لو المكواجي يقولوا له بعد كده يرن مره واحده. دي فرح يا ماما. فرح؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ انا كويسه يا حبيبتي، كنت تعبانه جدا من يومين. هو انت لسه فاكره؟ الف سلامه عليك يا طنط. انا جبت لحضرتك هديه بسيطه، وقلت اجي اقول لحضرتك ان انا يعز عليا جدا ان انت تمشي من عندي زعلانه. وبجد حضرتك غاليه عندي، وانا فعلا كنت مبسوطه جدا بوجودك في البيت. بالعكس، ده البيت كان مليان بركه، وانا بصراحه مش حابه ان احنا نفضل قاعدين وفي سوء تفاهم بينا. لا مش هتضحكي عليا، قولي ما تقولي، انا ادخل بيت لك انت وبجد تاني مش هيحصل. خلاص يا طنط بسيطه، هنجيلك احنا، يعني مش هتعرفي تخلصي مننا. وبعدين احنا ما نقدرش نعيش يوم وانت زعلانه مننا. احنا اصلا عايشين في الدنيا دي ببركه دعاكي لينا، ومش هيهون علينا ابدا زعلك. وبعدين بقى مش هتفتحي الهديه وتتفرجي عليها؟ لا انا مش هفتح الهديه غير لما اكلم بجد ابني يجي هنا ونقعد نفتح الهديه كلنا مع بعض، ما هيتعب وشقاه. ماشي اتفضلي يا طنط، انا قايمه اكلمه. نورهان، هو انت كويسه؟ شايفاكي قاعده بلبس البيت وشكلك زعلان. انا مش قصدي اتدخل، انا بس عايزه اطمن عليكي. لا انا مش كويسه خالص يا فرح. انا شفت واحده بعتت شات لجوزي، ولما واجهته قال لي ان مفيش اي حاجه ما بينهم. بس انا ما صدقتوش وطلبت منه ان هو يكتب لي شيك على نفسه، وهو ما رضيش. وفي ساعتها مشيت وما قعدتلوش في البيت. طب وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بالشيك؟ عشان احس بالامان والسمح واكمل، وده كان شرطي من الاول. طب وليه توصلي لجوزك ان هو مجرد وسيله ماديه، وان انت ما عندكيش حدود في المسامحه طالما ان هو بيطبطب على اللي بيوجعك بالفلوس؟ ماما هي اللي قالت لي ان ده التصرف الصح يا فرح. وبعدين هو انت لو كنتي مكاني كنت هتعملي ايه؟ بصراحه بعد موقفك مع ماما النهارده انت كبرتي قوي في نظري، وحاسه ان انا فعلا عايزه اسالك اعمل ايه عشان اقدر احافظ على بيتي وجوزي. بصي يا نورهان، في الاول وفي الاخر ده جوزك، وانتي احسن حكم في الموقف كله من اوله لاخره. انتي لما بتحكي للناس مشاكلكم هما بيقولوا ارائهم وبيصدروا احكامهم في ضوء الوحش اللي انتي بتحكيه، بس محدش شاف حنيته ولا جدعنته ولا وقفته جنبك غيرك انتي، لان مشاكلك معاه هو. وبعدين نصيحه مني، اقفلي بابك عليكي انتي وجوزك، واتكلموا في اسراركم ومشاكلكم مع بعض، وما تطلعوش اي حاجه تخصكم بره، لان في الاول وفي الاخر محدش هينفعك غيره. وعلى فكره، الناس اللي ساعدوك ان انت تخربي بيتك والناس اللي قووك ان انت تقفي قدام جوزك هم نفسهم اللي هيتخلوا عنك وقت ما تخربيه بجد. اتعودي دايما يا نورهان تخلي الزعل على قد الموقف. لو انت مش قادره تسامحي ومش قادره تغفري اللي هو عامله، ممكن تروحوا لحد متخصص تقعدوا تتكلموا معاه، وهو هيقول رايه بحياديه، بس طبعا بعيد عن الحلول الماديه، لان اللي بين الراجل والست فلوس الدنيا كلها ما تساويهوش. معاكي حق. شكرا.